السلام عليكم. شلونكم عيني حبايب؟ ان شاء الله بخير. اليوم اريد اسوي لكم ان شاء الله وصفتنا اللي هي صينية الاجنحة بالخضروات، يعني البوتيتا والباذنجان والفلفل والبصل، وان شاء الله راح نخلي طماطة همين، ونخلي الصلصة. هسه اشوفكم الصلصة شلون اسويها. ان شاء الله. حبايب، بس اريد اقول لكم على شغلة، يعني هذا اعتبره يعني شوية خبرة بالشوي أو تتبيلة الأجنحة أو الأفخاذ أو الدجاجة. هسه أني تبلت هاي، خليت هاي الكمية اللي هي تقريبا كيلوين من الأجنحة. خليت ملح وخليت خل الأبيض. اللي ما عنده متوفر الخل الأبيض يخليه لمندوزي، تعرفون الملح الليمون أو اللمندوزي. فمن نخليها تقريبا ورا 10 دقائق أو تقريبا 15 دقيقة. همين يعني تصبح تقريبا الأجنحة أو الأفخاذ يصبح طري، وهمين يذب الزفر مالته ويطلع لنا هذا سائل. شوفوا حبايب، هذا السائل، هذا السائل راح نذبه، أتخلص من عنده لأن يحتوي على الزفرة وهاي، فما ما أحتاجه أني، يعني ما أخليه أخطه ويا الصلصة مالتنا. أنشفه من هذا المي، وبعدين ثم أضيف التوابل والصلصة مالتنا مال الشوي. إن شاء الله تابعوا وياي الفيديو، وهسه إن شاء الله نحكي بالطريقة بالتفصيل. حبايب، هذا الدجاج فرغت المي مالته، وهو هم باقي بعد شوية، بس همين نفرغه عادي. كل ما تخلونه فترة كل ما يخلص المي مالته. رجعت لكم، طبعا ايش قد ما تخلونه فتره ايش قد ما يذبل وينزل المي. هسه اكتفينا بهذا الشيء، خلينا. هسه راح نخلي توابل. انا مخليه ملح ومخليه خل، مخليه يعني مثل ما قلت لكم. هنا أنا راح نخلي البهارات اللي هي عندنا ثوم باودر، بصل باودر، طبعا مخبوطه. هنا أنا صارت الثوم، وهنا أنا البصل، هنا أنا شويه من الحلبه المطحونه طبعا تنطي نكهه. هنا أنا زنجبيل، كمون، فلفل أسود، شوية من الهيل. طبعا أنا ما أخلي بابريكا لأن البابريكا يعني أخليها ويا الشوي، ويا الشاورما، أخليها مرات ويا الزنجر، أسوي اسكالوب، ما أخليها ويا الشوي. هنا أنا خلينا. طبعا هذا المعجون أخلي فوقه الزيت أني على مود رأسا يطلع بسهولة، وهمين أحتاج الزيت. معجون تقريبا خاشوقتين من هاي الكبار عادي، كلها راح تنخبط. هسه نجانس هاي المواد كلها بهاي الصورة، وإذا احتاجيتوا سائل يعني مي أو مثلا ملعقتين روبة، نخلي عادي، نخلي، أو تخلون دبس الرمان، أو تخلون خل التمر، بعد يضيف نكهة أكثر. صراحة نخلي لكم شوية دبس الرمان وشوية من الزبادي الروبة. حبايب، هنا خلطنا هاي خاشوقتين روبة أو خاشوقة واحدة كلش كافية حسب الكمية، وخليت عصرة نص ليمونة. هو صح خالين خل أبيض، بس الليمونة هنا همين تنطي نكهة الليمون، وهمين يعني حموضة. وخليت شوية دبس الرمان تقريبا نص خاشوقة، وهمين نضيف على هاي التتبيلة. طبعا هاي طبعا حبايب هاي نكهة يعني تنطي كلش طيبة وراح نخلي هاي الخضروات. هسه نجانس كل المواد، نجانس الخضروات ويا الأجنحة، وعلى هاي الطريقة راح أخليها بقالب بايركس أو قالب أي قالب عندكم، وراح تصفطوها، راح نصفطها، وبعدين نخليها بالفرن. هسه راح اصفطها انا بقالب عندي بايركس او اي قالب عندكم، وتخلونها بالفرن ان شاء الله. هسه اصفطها وارجع لكم. حبايب، رجعت لكم. طبعا هنا انا خليت ثوم،
هذا الثوم طبعا كلش حبايب، يعني صدقوني الثوم كلش ينطي نكهة وطعم، وبيه فوائد، وينطي ريحة كلش طيبة ونكهة كلش طيبة بالشوي. وأنا هيجي يعني أسوي الثوم، أخلي هذا هيجي الراس. يعني أنا صراحة ما أستعمل معصارة مال ثوم، هيجي وأشيل من عنده أشيل من عنده رأسا، ينشال بكل سهولة بكل سهولة. هذا ينشال القشر، وبعدين أثرمه هيجي، أثرمه ناعم. شوف عيني، شوفوا شلون انثرم بهاي الطريقة. هاي طريقة كلش حلوة وسهلة، ولا تحتاج معصارة ولا شي. شوفوا حبايب، هسه نخلي الثوم، تخلون يعني سنين 3 حسب يعني انتو يعني محبتكم للثوم. هسه هاي التتبيلة راح اخليها، ماكو داعي يعني اخبطه رأسا، هي راح تتخلى. انا طبعا هنا البوتيتا خليته هيجي حلقات بهاي الصورة، والباذنجان بهاي الصورة. يعني اسوي هيجي اشرحه بالنص، وبعدين اقطعه على هاي المستوى، والفلفل والبصل همين حلقات. هسه راح نضيف هسه راح نخليها بالفرن، وان شاء الله نشوفكم النتيجة. قلبي شوفوا عيني، شوفوا هاي طلعت، شوفوا عيني هنا كله مستوي. وحتى هاي الصلصة، شوفوا هاي الصلصة نظيفة، وتحتوي على شوية حموضة وعلى توابل، وسهمكم ألف عافية. جربوها الوصفة، وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة حبايب، واللايك على مود تصعد قناتي. باي.